بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا بيكم. النهارده معانا ريلمي سي 65 بعد شهرين من الاستخدام. فتره طويله استخدمت فيها ريلمي سي 65 عشان خلال الفيديو اقدر اقول لك ايه هي الاسباب اللي تخليك تفكر تجيب السي 65 او المميزات اللي شفتها خلال فتره استخدامي، وايه هي برضو الاسباب اللي تخليك ما تفكرش فيه او عيوب الجهاز. وهنبدا مع بعض على طول بتصميم الجهاز. اول ما تطلع كده الجهاز من العلبه هتشوف انعكاسات كده في الظهر، يعني انعكاسات السنين. الجهاز كده فيه انعكاسات كتير بتخلي الجهاز بيلمع حرفيا، يعني لما الاضاءه بتيجي عليه او اشعه الشمس بتيجي عليه، يعني نقدر نقول كده انه بيلعلط. في النهاية التصميم أذواق. أنا عاجبني الشكل الجهاز جدا وشايفه شيك، واخد من شياكة أجهزة سامسونج. يعني زي ما حضراتكم واخدين بالكم كده نافذة الكاميرات يعني شبه أجهزة سامسونج فئة الإس، نقدر نقول عنه بقى سامسونج إس الغلابة. زي السنة اللي فاتت كده في السي 51 والسي 53 كانوا يعني مستخدمين شكل نافذة الكاميرات بتاعت ايفون، وكانوا بيقولوا عنه ايفون الغلابة. فهنا بقى سامسونج اس الغلابة. الجهاز بصراحة شكله زي ما حضراتكم شايفين كده يعني شكله جميل، والاجمل هو مسكة الجهاز. الجهاز خفيف في الايد ورفيع جدا، وزنه 185 جرام وسمكه 7.6 ملم، ودي وزن وسمك كده بيخلي الجهاز مريح في الايد. بصراحة مسكته فعلا مريحة. من الحاجات برضو المميزة في السي 65 ما كانتش موجودة في الجيل اللي فات السي 55 او اخواته، وهي معيار الاي بي 54 ضد رذاذ الماء او طرطشة الماء. يعني شوية مية خفيفة كده لو جت عليه او يعني اي طرطشة مياه خفيفة مش هتأثر في الجهاز، ودي ميزة حلوة جدا بصراحة. يعني ما كناش بنشوف ابدا المعيار ده في الاجهزة بالسعر ده. الجهاز تم تسعيره من شركة ريلمي بشكل رسمي ب $145 للنسخة ال 256 جيجا 8 جيجا رام، يعني الجهاز في الفئة الاقتصادية. فوجود معيار زي الاي بي 54 حاجة تمام قوي، ولكن نصيحة ما تغطسوش في الماء. يعني سيبك بقى من الحاجات بتاعة المراجعين اللي بيحطوا التليفونات جوه المية، يعني هما بيجيبوا اخر التليفون. فنصيحة مني بلاش تعمل الحركة ديت، يعني افتكر اني قلت لك بلاش. من تحت هنشوف السماعة الوحيدة في الجهاز. الجهاز مونو ما فيهوش ستيريو سبيكر، وده ما هوش عيب في الفئة دي، وخاصة ان الجهاز صوته عالي وواضح. جنب السماعه التايب سي والمايك برضو الوحيد، مفيش مايك لعزل المكالمات، ودي تعتبر سلبيه. اتمنى في الاجيال القادمه يعني يكون في مايك لعزل المكالمات او لعزل الضوضاء. ومدخل ال 3.5 مللي، وبالمناسبه دي حاجه كويسه جدا. اتمنى يعني يستمر الفئه ديت الاقتصاديه او الفئه المتوسطه بالمدخل ال 3.5 مللي. من الجنب اليمين كده عندنا زرار تعليق وتوطية الصوت وزرار الباور المدمج معاه البصمه. البصمه هنا سريعه يا جماعه. البصمه كده كل ما تستخدمها كل ما يعني تبقى اسرع في الاستخدام. خامات الجهاز اقدر اقول لكم انها خامات جيده. انا خلال فتره استخدامي للجهاز كنت حاطه في الجراب اللي بيجي داخل العلبه. الجراب خامته تعبانه، يعني الجراب ده بيصفر بسرعه، والجرابات دي من النوعيه دي لما بتسيب الجهاز فيها بيطبع كده على الفريم. ولكن يعني ما لاحظتش ان في تقشير او تكليح او تغيير في اللون كده خلال الشهرين اللي استخدمت فيهم الجهاز، وده معناه ان الخامات حلوه، يعني خامات جيده بالنسبه للفئه اللي موجود فيها الجهاز. اقدر ادي كده التصميم بتاع الجهاز ده 7 من 10. ونروح للشاشه اللي من نوع اي بي اس ال سي دي، وده العادي في الفئه الاقتصاديه. كل الاجهزه تحت ال $200 بشاشات اي بي اس ال سي دي، لان تكلفه تصنيع الشاشات الاي بي اس ال سي دي اقل من تكلفه تصنيع الشاشات الاموليد، وده ما هوش عيب. وخاصه ان الشاشات الاي بي اس دلوقتي اتطورت عن الاجيال اللي فاتت. انا لاحظت ان الالوان هنا افضل. انا بتكلم على جوده التصنيع مش دقه الالوان، لان الشاشه هنا بدقه اتش دي بلس مش فول اتش دي، ودي من السلبيات اللي هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم على عيوب الشاشه. ولكن انا هنا بتكلم على جوده التصنيع. الالوان هنا حلوه يا جماعه، وانا ما افتقدتش الجهاز بتاعي اللي بشاشه سوبر اموليد، وخاصه ان شاشات الاي بي اس
زي ما قلت زمان هي شاشات مريحه للعين، وده لان الالوان بتاعتها بتبقى الوان هاديه ما هياش مشبعه قوي زي الشاشات الاموليد. فلو حضرتك كده عندك مشاكل في العين، جفاف زي حالاتي كده، او الناس الكبيره في السن اللي بتحب تستخدم جهاز ما يكونش مرهق لعينيها، فالشاشات الاي بي اس بصفه عامه هتكون اريح من الشاشات الاموليد. برغم طبعا ان الشاشات الاموليد ده بقى يحطوا فيها تقنيات يعني تقليل اللون الازرق وحاجات كده، تقنيات لراحه العين، ولكن بصفه عامه الشاشات الاي بي اس ال سي دي يعني مريحه اكتر. والشاشه دي عجباني جدا، وخاصه كمان ان حجمها كبير 6.67 من 100 انش، ونسبه استحواذ بتصل الى 85.6% من مساحه الواجهه الاجماليه. يعني الحافه العلويه كده والحفتين اللي في الاجناب والنوتش بتاع الشاشه قليل قوي، النوتش بتاع الكاميرا. في حافه سفليه كبيره شويه، ولكن مساحه الرؤيه حلوه في الشاشه. سطوع الشاشه دي كمان انا بشوفه كويس، يعني بالتجربه العمليه زي ما هنشوف. الشاشه هنا بيصل سطوعها الى 625 نيتس، وده مش سطوع عالي مقارنه بالاجهزه الاموليد اللي بيصل الى فوق ال 1000 نيتس. ولكن تعالوا كده نشوف التجربه العمليه هي اللي تفصل في سطوع الشاشه تحت اشعه الشمس. زي ما حضراتكم شايفين كده الشاشه انا هنا بصورها تحت اشعه الشمس المباشره. الشمس هي يا جماعه زي ما انتم شايفين الشاشه متشافه بشكل كويس جدا، مفيش مشكله، مش محتاج ان انا اضلل على الشاشه. وعندنا هنا بصور الشاشه طبعا تحت يعني اشعه الشمس المباشره على النيل. المكان ده فيه انعكاسات كتير، اي مكان بيبقى فيه انعكاسات كده، لو انت على البحر مثلا الرمل والبحر او النيل وللشاشه بجودتها مش حلوه مش هتشوف حاجه، لازم تقعد تضلل على الشاشه. ولكن زي ما انتم شايفين الشاشه متشافه بشكل كويس جدا، فما عندكش مشكله خالص لو انت بتستخدم الجهاز تحت اشعه الشمس لفترات طويله. فالسي 65 مش هيواجهك مشكله. المشكله الوحيده لو انت لابس نظاره شمس فهتضطر تقلعها، ولكن ما هياش مشكله كبيره. معدل تردد الشاشه 90 هرتز، وانا بشوف ان الشاشه حلوه وسلسه، يعني ادائها كويس جدا، وخاصه ان الجهاز فيه ذكاء اصطناعي. فكل ما انت بتستخدم الجهاز كل ما هيتعلم منك وهيكون اسرع، زي ما قلت لكم كده في البصمه، في سلاسه الشاشه او يعني استخدامك للجهاز كده هيكون سلس وجميل جدا بفضل طبعا ال 90 هرتز. يعني مش 120 ولكن انا مقبول جدا ال 90 هرتز برضه في الفئه دي. اما عن العيوب اللي موجوده في الشاشه او اللي لاحظتها، الشاشه بدقه قليله منخفضه شويه، اتش دي بلس، يعني 720 في 1604 بكسل، وده رقم يعتبر متواضع شويه. كان يفضل طبعا ان يكون فول اتش دي بلس، كان هيكون افضل. زي ما قلت ان الالوان حلوه كدقه تصنيع، ولكن طبعا كان هيفضل انها تكون فول اتش دي بلس. كثافه البكسلات هنا 264 بكسل بير انش، والشاشه حجمها كبير فطبعا يعتبر برضه رقم متواضع. تاني عيب في الشاشه هو عيب عام، عدم وجود سكرين اون تايم. كل شاشات الاي بي اس ال سي دي ما فيهاش سكرين اون تايم، وده بسبب ان جميع الالوان بيتم انتاجها في الشاشه دي بما فيها اللون الاسود، بعكس بقى الشاشات الاموليد اللي بيبقى فيها اللون الاسود عباره عن بيكسلز مطفي. الالوان هنا بيتم انتاجها عن طريق تمرير الاضاءه عبر الكريستالات السائله ليكويد كريستال، عشان كده اسمها ال سي دي ليكويد كريستال ديسبلاي. وده بيخلي اللون الاسود هنا ما هوش لون اسود حقيقي، وبتبقى الشاشه شغاله عشان تنتج اللون الاسود، عشان كده ما فيش سكرين اون تايم لو يهمك. عيب تاني في الشاشه لازم تاخد بالك منه هو عدم وجود طبقه حمايه على الشاشه بتاعه السي 65. واحنا هنا في الفئه الاقتصاديه صحيح، ويعني طبقه الحمايه اللي بتبقى على الشاشه دي ما بيبقوش مهتمين بيها قوي، ولكن انتوا حاطين اي بي 54 لحمايه الجهاز كده من رذاذ الماء، فلو كنت حطيتوا اي نوع من طبقه الحمايه كان هيكون افضل، عشان كده الجهاز ما يتعرضش للخبطات او يعني يبقى محمي من الصدمات. فخد بالك لازم تحط سكرين بروتكتور محترم على الشاشه، ويعني ما تتغيرش في الطبقه الخفيفه او السكرين الخفيف البلاستيكيه اللي هم حاطينها على الشاشه دي. لازم تحط سكرين بروتكتور محترم عشان لو التليفون تعرض كده للصدمات. واخيرا لو انت بقى من الناس اللي بتحب تعمل مقارنات وتحط الاجهزه جنب بعضها عشان تقارن الشاشه الاي بي اس بالشاشات الاموليد، فلا زود بقى 3 4000 جنيه عشان تجيب جهاز بشاشه اموليد، لان مهما كان او تطور الشاشات الاي بي اس مش هتبقى بنفس تشبع الالوان بتاعه الشاشات الاموليد. انا بدي هنا الشاشه 6.5 من 10. ونروح بقى لاهم ميزه في الجهاز ده وهي البطاريه. البطاريه هنا 5000 ملي امبير،
والجميل هنا مش انها 5000، لا الجميل هنا هو ان النظام بيستهلك الطاقة بتقطرة يعني ببطء شديد جدا استهلاك البطارية هنا. فالبطارية هتكمل معاك دايما يومين او يوم ونص كده، لو انت استخدامك تقيل دايما هتكمل معاك يوم وتخش في اليوم اللي بعده. وكمان الاجمل هو وجود هذا الشاحن العملاق 45 واط داخل العلبة اللي بيشحن الجهاز تقريبا في 30 دقيقة، ودي ميزة جامدة جدا. وزي ما بقول لكم ان دي اهم ميزة في الجهاز. لو انت يهمك قوي جهاز يكمل معاك كده لفترات طويلة من غير ما تفكر ان انت تشحنه، فالسي 65 بصراحة هو انسب جهاز للبطارية القوية والشحن السريع. انا بديله هنا 10 من 10 يعني في البطارية ومنظومة الشحن. ونروح لاداء الجهاز. عندنا هنا الجهاز ببروسيسور من شركه ميديا تك وهو الهيليو جي 85. البروسيسور قوي موجه اساسا للالعاب، تقدر تلعب العابك كده بدون مشاكل خالص. والجهاز مهما لعبت كده مش هتحس بسخونيه، الا اذا عديت كده مثلا ساعه ونص ولا حاجه في الالعاب هتحس ان التليفون بدا يدفى. المعالج الرسوميات في الجهاز هنا مالي جي 52 ام سي 2، وتقدر تلعب ببجي على 40 فريم، وده رقم كويس او فريمات كويسه بالنسبه للفئه الاقتصاديه. مش هتواجه مشكله، مفيش تسقيط فريم، ما لاحظتش المشكله دي مهما لعبت لفترات طويله. بصراحه الاداء كويس جدا وثابت، ودي حاجه تمام جدا. في المهام اليوميه بقى الجهاز ممتاز، سواء بقى فيس واتس انستجرام الحاجات اللي احنا بنستخدمها خلال يومنا، فالجهاز هنا حلو جدا ما لاحظتش اي مشاكل. وبيجي باندرويد 14 مع واجهه ريلمي 5.0، والواجهه فيها اضافات كتير جدا. طول ما انت بقى بتستخدم الجهاز هتشوف وتكتشف كده حاجات كتير، يعني مثلا زي سكرين شوت بثلاث صوابع من فوق لتحت، او سكرين شوت طويله بثلاث صوابع من فوق خالص من اول الشاشه لغايه اخرها، تاخد سكرين شوت طويله جدا زي اجهزه شاومي. في شاشه جانبيه، في راديو يعني لو الناس شايفه ان موضوع راديو ده حاجه تافهه، فعايز اقول لكم ان انا يعني كنت مبسوط جدا ان انا اكتشفت ان في راديو في جهاز. بقالي سنين ما استخدمتش راديو في موبايل. شبكه المكالمات في الجهاز جيده، والجهاز هنا سنسور المكالمات بتاعته هو سنسور حقيقي، يعني سنسور ما هوش مضطر ان انت تعمل حركه معينه عشان الجهاز يقفل، لا هنا بمجرد ما تتصل وتحط التليفون على ودنك او ترفع التليفون فالشاشه بتقفل، ودي حاجه كويسه جدا. وانا بشوف ان الاداء هنا كويس جدا خاصه في المهام اليوميه وفي الالعاب برضه، وسنسور المكالمات الطبيعي اللي موجود في الجهاز. ونروح بقى لمنظومه الكاميرات، والجهاز ده بخيل في منظومه الكاميرات بتاعته، ويمكن السلسله السي كلها بخيله في منظومه الكاميرات. عندنا هنا في الخلف كاميرتين، وخد بالك ان الدايره اللي تحت دي ما هياش كاميرا، دي يعني كاميرا وهميه نقدر نقول عشان يكملوا الشكل بتاع نافذه الكاميرات بتاعت اجهزه سامسونج اس، زي ما عملوا السنين اللي فاتت برضه في السي 51 والسي 53. فعليا هي كاميرا واحده اللي هي الكاميرا الاساسيه ال 50 ميجا بكسل. الكاميرا اللي تحت دي اللي في النص 2 ميجا بكسل للدبس، ممكن نعتبرها مش موجوده. وعندنا كاميرا اماميه 8 ميجا بكسل. تعالوا كده نشوف اداء الجهاز في الدي لايت. اداء الكاميرا الاساسيه تحت اشعه الشمس بصراحه اداء فاجئني. الكاميرا بتطلع نتائج صور كويسه جدا زي ما حضراتكم شايفين، في الوان كويسه جدا، في دايناميك رينج كمان تمام قوي، في توازن ما بين اللون الابيض واللون الاسود. الصور اللي قدام حضراتكم دي تعتبر من الصور الصعبه اللي انا بصورها، لان اشعه الشمس بتبقى جايه بشكل مباشر على العدسه. في الغالب كده الصوره بتضلم لما تيجي تواجه العدسه مع الشمس، ولكن زي ما هو واضح كده ان في تفاصيل باينه في الصوره بشكل كويس. الخارجيه، التلفزيون، النيل، زي ما انتم شايفين طبعا الصور كلها يعني حلوه. ولما تيجي تعمل زوم 2x فدي برضه كويس جدا. هو زوم طبعا ديجيتال ما هواش اوبتيكال، ولكن يعني كروب كده من الصوره الاساسيه، ولكن حلو. الالوان حلوه يا جماعه، يعني في الاضاءه القويه بصراحه الاداء كويس جدا. مفيش نعومه كده وبكسله لما تيجي تزوم او حاجه. طبعا في الفئه دي مقبول جدا الصور دي، وجميل كمان، يعني ممكن كمان يقارن باجهزه متوسطه او اجهزه اعلى منه، فدي حاجه تمام قوي. لما نروح كده للاضاءه المنخفضه طبعا الاداء بيقل، وده طبيعي مفيش اي مشكله، ولكن برضه في تفاصيل، يعني طول ما انت بتصور في مكان فيه اضاءه فدي حاجه تمام قوي. لما نروح بقى للكاميرا السيلفي، فالكاميرا هنا برضه ادائها انا بشوفه حلو قوي. وفي الغالب الصوره لما بصور كده ويكون في جايه اضاءه قويه على وشي بيبقى في لسعان في الوش كده، ولكن زي ما انتم شايفين الكاميرا برضو قادره تتعامل مع الشمس بشكل مباشر.
لما نيجي بقى نلف ونخلي الشمس هي اللي في ظهري وجايه على العدسه، فطبعا الصوره بتروح في داهيه. فدايما خلي كده يكون في اضاءه على وشك بشكل مباشر، هيكون افضل. نروح للفيديو. والجهاز ما فيهوش مثبت واضح يعني، او مثبت بصري ضعيف. لازم تكون بتصور فيديو وانت ما بتتحركش، او يعني مثبت ايديك كده، او حاطط الجهاز على ترايبود عشان تقدر تطلع صور مستخدمه. يعني لو انت بتصور وانت بتتحرك كده هتلاقي فيه اهتزاز. هنا بصور هنا على دقه 1080 30 فريم. الاداء زي ما حضراتكم شفتوا في الكاميرات، انا بشوفه اداء ممتاز على الفئه دي. يعني الكاميرا الاساسيه بالذات يا جماعه بتطلع صور حلوه جدا، ويمكن كمان افضل من الاجيال السابقه. وهتلاحظ كده ان انت وانت بتصور بعد التصوير في حصل زي ايديت كده، نوع من انواع الذكاء الاصطناعي جيد يعني، او نقدر نقول محمود يعني، لانه بيحسن الصور، بيخلي فيه تفاصيل كويسه. ولهنا نيجي لنهايه الحلقه دي. كانت كل حاجه عن السي 65. يتبقى السعر. الجهاز ده بيجي بنسختين في مصر، النسخه ال 128 6 جيجا رام ب 6500 جنيه، والنسخه ال 256 جيجا 8 جيجا رام بيجي ب 7500 جنيه. النسخه ال 4 جي. ولهنا نيجي لنهايه الحلقه. اتمنى كده يعني اكون قدرت اوصل كل حاجه عن السي 65. لو محتاج تسالني على اي حاجه اسالني في التعليقات، واشوفكم على خير في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.